صباح الفل. النهارده عايز احكي لكم حكايه كده من حكايات العربيات اللي حصلت معايا زمان وانا صغير. حكايه ظريفه جدا. دي حكايه اول عربيه مرسيدس اس كلاس ركبتها في حياتي، ودي كانت عربيه الملكه دينا مرات الملك حسين ملك الاردن الله يرحمهم جميعا. الملكه دينا بعد انفصالها عن الملك حسين كانت عايشه في قصر في المعادي، معادي الساريات، المعادي القديمه. القصر ده كان قصر كبير جدا على مساحه حوالي 6 عمارات على 4 نواصي، وانا كان العماره اللي احنا ساكنين فيها على الناصيه الموازيه لشارع الشريفه دينا. هم كانوا بيسموها الشريفه دينا، والشارع متسمي باسمها الشريفه دينا لانها من العيله المالكه، من العيله الهاشميه، والعيله الهاشميه بتنتمي لنسب الرسول عليه الصلاه والسلام. المهم، السواق الخصوصي والسكرتير الخاص بتاع الملكه دينا كان ساكن معانا في نفس العماره، كان مأجر شقه مفروشه وساكن معانا في العماره. راجل إليجنت جدا وشيك جدا، وراجل يعني تشوفوا تقول عليه باشا يعني. وكان بيحبني جدا وكان عارف ان انا بحب العربيات من صغري. الكلام اللي بقول لكم عليه ده كان عندي تقريبا حوالي 11 او 12 سنه. وكانت الملكه دينا عندها عربيه مرسيدس اي 230 لونها ابيض كده، عربيه عاديه موجوده في الشوارع عادي جدا، وكان هي دي اللي بتركبها. وبعدين الملكه دينا اشترت عربيه مرسيدس اس كلاس. كان وقتها ما اسمهاش اس كلاس، كان اسمها مرسيدس 380 اس اي. طبعا الناس اللي فاهمه في العربيات، العربيه دي الكود بتاعها اللي هي دبليو 126. العربيه دي ابتدى الانتاج بتاعها سنه حوالي 79 لغايه اوائل التسعينات. الكلام اللي بقولكوا عليه ده كان سنه 80 بالظبط. فدي كانت اول عربيه مرسيدس اس كلاس تظهر في المعادي. المعادي كانت يعني حي صغير وكله فيلل وعمارات، الناس كلها عارفه بعضيها تقريبا، كلنا نعرف بعض، لو ما نعرفش بعض من المدارس نعرف بعض من النادي، فكوميونتي واحد تقريبا. المهم العربية دي ظهرت بقى في المعادي، عربية مرسيدس اس 380 لونها ذهبي، والفرش بتاعها فرش كده بيج. فعربية كانت مميزة جدا، وشكلها اللون الذهبي في المرسيدس لون ملوكي يعني. فالأستاذ فوزي لقيته ماشي قدام العمارة وماشي بالعربية المرسيدس الذهبي. فقلت له ايه ده؟ دي عربية مين دي؟ قال لي دي عربية الملكة دينا الجديدة. قلت له ايه ده؟ دي جميلة جدا. وطبعا أنا يعني شفت العربية انبهرت، وهو شاف الانبهار على وشي. قال لي طيب انا هروح لها دلوقتي عشان هي رايحه مشوار، وابقى بعد كده هاجي لك افرجك على العربيه. المهم انا واقف بالصدفه واقف قدام العماره، فلقيته بعد عمل المشوار راجع معدي من قدام العماره، والملكه دينا قاعده في العربيه من ورا. شافوني واقف قدام باب العماره، فهو راجل كان جميل جدا بصراحه، فراح مهدي وفتح الشباك قال لها ده وائل اللي كنت حكيت لك عليه اللي بيحب العربيات. سلمت عليا كده من بعيد، وهي كانت ست جميلة جدا يعني، حاجة كده ملكة فعلا. المهم مشيوا، وبعد كده حكى لي ان هي لما وصلها البيت قالت له ارجع لوائل خليه يتفرج على العربية، وهاتوا الجراج بتاع القصر فرجوا على العربيات الموجودة جوه القصر. طبعا لما رجع لي وقال لي الموضوع ده، يعني مش عايز اقول لكم بقى انا كنت عامل ازاي. يعني فرحة الدنيا انه اولا هركب العربية المرسيدس دي، ثانيا انه هيفرجني على عربيات انا بقى ما شفتهاش، عربيات بقى اللي جوه الباركينج بتاع القصر. المهم خدني وركبت جنبه، طلعنا لفه كده في الشوارع المعادي. طبعا عربيه فائقه الجمال والجوده والفخامه في الوقت ده. المرسيدس الاس دي كانت حاجه تحفه فنيه يعني. ولغايه دلوقتي المرسيدس الاس كلاس هي رمز الفخامه، وهي العربيه الرسميه لمعظم رؤساء الدول والملوك في العالم كله. المهم لفينا لفه بالعربيه، وبعدين قال لي تعالى بقى افرجك على الباركنج بتاع القصر فيه ايه من جوه. طبعا بقى الباركنج بتاع القصر فيه عربيات تانية غير العربيات اللي هي بتستعملها اون ديلي بيزس، فيه عربيات كلاسيك حاجه بقى يعني فخمه بقى، يعني باركنج بتاع ملكه. الاقي عربيه رولز رايس، عربيه بنتلي، عربيه كاديلاك حاجه كده يعني 7 متر تقريبا، كانت كاديلاك الدورادو او حاجه زي كده. وعربيه تانية سوزوكي كوبيه صنونه كده شكلها جميل جدا، تقريبا كان حد اداها لها هديه او حاجه يعني استحاله تكون هي اشترت على العربيه السوزوكي الصغنونه دي. انا برضو مش فاكر السوزوكي دي كان انهي موديل، بس العربيه دي يعني كانت مميزه جدا يعني. المهم اتفرجت على العربيات اللي في الباركنج، عربيات جميله جدا ومميزه جدا. طبعا جالي حاله ذهول من العربيات الجميله اللي جوه دي. انا كنت وقتها صغير زي ما بقول لكم، بس كانت بالنسبه لي ان انا اولا اركب العربيه مرسيدس الاس كلاس دي اللي كانت لسه نازله في السوق، ثانيا ان انا اتفرج على العربيات الكلاسيك دي، العربيات اللي فعلا كانت وقتها عربيات نادره جدا. كانت حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، والفضل كله يرجع للاستاذ فوزي الله يرحمه، والملكه دينا الله يرحمها.
الله يرحمهم جميعا. فعلا الناس القديمه دي ناس ما تتعوضش حقيقه بصراحه. اللي عايز يشوف بقى القصر بتاع الملكه دينا ده، القصر ده طلع في افلام كتير، من ضمنها مثلا فيلم حبيبي دائما بتاع بوسي ونور الشريف. لما راح لها القصر كان عايز يطلب ايديها من جدتها وراح لها القصر، فالقصر ده اتصور فيه افلام كتيره جدا يعني. هي الملكه دينا كانت عايشه ما بين القاهره ولندن، والفتره اللي بتبقى فيها في لندن كان القصر ده بيتاجر لشركات الانتاج بيصوروا فيه الافلام. في افلام كتيره اتصورت فيه. بس هي دي حكايتي مع المرسيدس الاس كلاس بتاع الملكه دينا. يعني اتمنى تكون الحكايه عجبتكم. المره الجايه احكي لكم بقى عربيه عادل ادهم لما كان بيصور برضه فيلم جنبينا في الشارع اللي جنبينا. استنوني في الحلقه الجايه. يلا سلام.